السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كيتشين تراديسيونيل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم قدمت لكم غريبه ديال الكاوكاو المعلكه بالكوك اللي كتجي زوينه. ان شاء الله غتشوفوا المقادير والطريقه باش غتنجح معاكم. وما تنسوش اللايك والكومنتيرات الزوينين باش الفيديو يطلع في المشاهده. ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد، ولو الحلوى جات شويه معطله ولكن ان شاء الله راه غادي تستافدوا منها. كتجي مشقه وزوينه ومعلكه ديال بصح، طريقه سهله. الفيديو شارح راسو. نتمنى لكم فرجه ممتعه ومرحبا بكم. عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو، غادي كنقيوه من الشوائب اللي فيه وغادي ندخلو الفران يتحمر غير شويه، غيتحيد من ديك الرطوبه ديالو باش نطحنوه نتوما معايا. هات الكاوكاو وخليته يبرد ودابا كنطحنوه. ما غنطحنوش مزيان تيولي عقده، كيبقى شويه صحيح. هانتوما غادي تشوفوا الحواوش ديالو كيفاش داير. بسم الله. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته شويه في الفران وطحنته على هذا الشكل، يكون بحال هكذا ما يكونش بودره. عندي هنا واحد ساشي د الفاني، خماره بالحلوى، 3 البيضات. غادي نشوفوا اللي غيجمع لينا الخليط. هنا عندي واحد 2 كيسان ديال الكوك اللي كيكون ميدم، كيكون جديد بحال هكا وريحته زوينه. هنا واحد الكاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، و2 معالق كبار ديال لا كونفيتور، وان شاء الله غنديروا قبيصه ديال الملح. بسم الله. نبداو بقبيصه ديال المليحه هي الاولى. ناخذ الكاوكاو ديالنا المطحون بطبيعه الحال، غادي نضيفوا عليه 2 معالق كبار ديال الكاكاو اللي كيكون من النوعيه الجيده من الاحسن. هنا كاس ديال سنيده، كنخلطوا النواشف مزيان كما كيبان لكم بهذا الشكل هذا. غادي نضيف واحد ساشي ديال الفاني، غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال لا كونفيتور. هنا عندي غير معلقه صغيره كما كيبان لكم، كتجي معلكه بهاد لا كونفيتور. وغادي نضيف دابا الزيت، وغنجمعوا المكونات ديالنا على هذا الشكل هذا. غنضيف الخماره، وهنا غادي نبدا نضيف البيض ديالي. غنبداو نضيفوا البيض غير بوحده بوحده، وحنا كنجمعوا على هذا الشكل هذا. البيض كما شفتوا درت 3 البيضات. حنا غادي نخلطوا مزيان المكونات مزيان حتى كينسجموا. دابا غادي نضيف الكوك ما غنضيفوهش كامل كما عطيتكم هنا القياس ديال العنبه. عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال الكوك. الا كان شرب ما غاديش نزيد هذه الكميه كلها، غادي نضيف غير بشويه بشويه، لان هذه المعلكه كتبغي تكون هي كتكون معلكه وكتكون رطبه والكوك كيشرب. علاش خاصنا الكوك يكون ميدم، كيكون كيطلق الزيت ديالو باش الحلوى ديالنا ما تنشفش وش تجيش قاصحه. هذا هو السر ديالها. الا كان خاصني نزيد ليها شي بيضات، نزيد شي بيضه اخرى، انا غادي نضيفها. المهم كما كيبان لكم دابا راه باقي الخليط مجموع، باقي مرخوف. كنظن انا غادي نخلي هاد الكميه هذه. انا تقريبا ضفت واحد الكاس وربع ديال الكوك هو اللي ضفتو، لان غادي نخليها ترتاح شويه. ضروري واخا تبان لكم بحال هكذا
كندلكوها بصبعنا، ما كنخلطوها مزيان على هذا الشكل هذا، وهي كتجي محلكه وزوين. هذا هو السر ديالها، يعني ما كنبقاوش نخليوها حتى كتجمع لينا بماره، لا كنشوفوا عا كيبان لينا الخليط ديالنا واخا كيتلصق في اليد، كنخليوها على هذا الشكل ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق ونرجعوا ليها. بسم الله. كما كتشوفوا الحلوى خليتها شربات، ها هي خلي واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. هنا عندي زلافه فيها الماء الزهر، نديرو يدينا في الماء الزهر ونكوروها على هذا الشكل هذا. من الاحسن نخليوها نكورو كل شيء، حيت ملي تنكوروها وتتكون يدينا فازقه وكنحطوها في سكر كلاصي ما كيجيش المنظر ديالها زوين. من الاحسن، والقياس راه في يديكم، من الاحسن نديروها على حساب 22 غرام ولا 24. اللي بغيتوها كبيره شويه راه 24 غرام، بغيتوها تكون عاديه المهم كديروا القياس. اللي عنده الميزان غيعبرها، واللي ما عندوش راه كيدير عينو ميزانو كيمشي على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا تنكملوا الكرات ديالنا كاملين كما كيبان لكم هكايا، ونفندوهم ان شاء الله وانتم معاه. عاد كنجيو نفندوها بسكر كلاص على هذا الشكل هذا، وخاصها تفند مزيان ضروري على هذا الشكل هذا. كنفندوها مزيان ويكون سكر كلاصي من النوعيه الممتازه بحال هذا الشكل هذا. صافي تنحطوها ونكملوا. ضروري كما قلت لكم يكون السكر كلاصي من النوعيه الجيده باش كتنجح الحلوى وكتجي مزيان. هذا هو الطريقه ديالها. ونبعدوهم شويه. حلوى ساهله كتوجد 10 دقائق، كيكونوا مكونات واجدين عندكم. صافي كنكوروها كنباعدو على هذا الشكل هذا. يعني اي بنت مبتدئه او سيده توجدها ان شاء الله في العيد. صافي كنمشيو على هكذا. وبالنسبه للماء الزهر من الاحسن بلا ما تكثروا على الحلوى، لانها هي اللي كتخليش لينا الحلوى كتجي مشقه مزيان. يعني نديرو غير مره ونحاولوا ما نفزقوش الحلوى باش تبقى السكر كلاصي يبقى مجموع فيها. صافي كنستمروا ان شاء الله على هذا الشيء حتى كنكملوا الكميه كامله. صافي حاولوا كما قلت لكم باعدوا. صافي. وبالنسبه للطياب راه ما كديرش ما بين 10 دقائق و 12 دقيقه ماكسيموم. صافي. بالنسبه اللي عندها الفران ديال الدار، انا غادي نديها الفران ديال الزنقه. صافي. وان شاء الله غادي نستمر في الكميه ديال الحلوى تنكملها كامل. اللي قلت لكم تخليوها بحال هكا تكوروها كامله وكتشرب مزيان. بالنسبه للحليوات ها هما كما كتشوفوا غادي نديرو غير واحد شويه نضغطوا عليهم بالاصبع ديالنا، ماشي بزاف غير شويه بحال هكذا. صافي. كما قلت الفران يكون سخون من قبل. نخليوها 10 ما بين 10 حتى 12 دقيقه ماكسيموم. واللي بانت لي بحال دابا شي وحده بحال هذه محلوله هكذا تنقادوها. صافي. ان شاء الله تشوفوا التتمه. نتمنىكم تجربوا الحلوى المعلكه اللي كتجي لذيذه وزوينه، وتنقول لكم موعد مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه باش كتمنوا ان شاء الله. والسلام عليكم.